سابقة للخير في دينها فسابقها الخير إلى الجنة. الحاجة راجية عبد السلام تترك كنزا من الأعمال الصالحة لأبنائها. تعرف الآن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل تحمل وعدا إلهي لا يبخس، وعدا كان لازما على الله أن يلبيه لعباده، وعدا استرشدت به الحاجة راجية عبد السلام أحد المتوفين بالحرم المكي أثناء أداء مناسك الحج، فما كان بينها وبين الله من أعمال خير جدير بأن يشاع اسمها بين الصديقين والشهداء فوق 7 سماوات وبين أهل الأرض جميعا. فقد توفيت الحاجة راجية عبد السلام على جبل عرفات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما سلمت نفسها لله لا ذنوب ولا إثم، لترحل عن الدنيا كما ولدتها أمها فلا يسبقها حساب ولا سابقة عذاب. وكشف أحمد سامي نجل الحاجة راجية عبد السلام جانب من أفعال الخير لوالدته التي توفاها الله على جبل عرفات، التي تنوعت بين المداومة على إفطار الصائمين والتبرع للمساكين والمساهمة في بناء مساجد، ورواتب شهرية لعدد من الأسر المحتاجة، ورواتب لعدد من الشيوخ لتحفيظ القرآن الكريم لأطفال قريتها. فقد كتب عبر حسابه بفيسبوك: ماما كانت سايبة ظرف قالت محدش يفتحه غير لو جرالي حاجة. بنفتح الأظرف لقينا الناس دي والخير ده وإحنا ما نعرفش عنه حاجة، ربنا يبارك فيك يا أمي. وأرفق أحمد سامي نجل الحاجة راجية عبد السلام عددا من الأظرف التي تبرز عدد من أعمال الخير لوالدته التي أوصت باستكمالها، وهي إفطار الصائمين، التبرع للمساكين، المساهمة في بناء مساجد، رواتب شهرية لعدد من الأسر المحتاجة، رواتب لعدد من الشيوخ لتحفيظ القرآن الكريم لأطفال قريتها. وأعلن خبر وفاة الحاجة راجية حسني بعد تغيبها لمدة يوم كامل، وكان هذا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أنها تغيبت الثلاثاء وتوفيت يوم الأربعاء. وأعلن أحمد سامي ابن الحاجة راجية حسني التي انتهت أثناء إجراء مناسك الحج خبر وفاتها من خلال موقع التواصل الاجتماعي، وقال: أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأكد أحمد سامي نجل الحاجة راجية التي رحلت عن عالمنا أثناء مناسك عرفات أن والدته تواصلت معه أول أمس، وكانت آخر مكالمة بينهما وذلك في الصباح وأثناء توجهها إلى صعيد عرفات خاصة، وأنها كانت تقيم في مكة منذ شهر ونصف، موضحا أنه مع ظهر أمس تواصلت معه مرة أخرى لتخبره بأن الزحام شديد وأنها تعاني من مشاكل وصعوبة في التنفس. وأضاف سامي أن والدته عانت من الدوار والتعب الشديد، موضحا أنه فوجئ بسيدة تتصل عليه من خلال هاتف والدته لتخبره بأن والدته حالتها الصحية غير مستقرة ولابد من وجود شخص معها، ليفكر في استخدام موقع فيسبوك في توجيه استغاثة من أجل أن يساعدها أحد من الحجاج. وكتب من خلال صفحته على موقع فيسبوك: محتاج حد أعرفه في الحج، أمي مغمى عليها في عرفات، وحد كلمنا من موبايلها ما يعرفهاش وبيقول لي أنها معهاش أي حد ومرمية في الشارع. وتابع سامي: أمي بقالها شهر ونصف بتستعد للحج وكأنها عارفة أنها رايحة ومش راجعة تاني. وسريعا ما دعا رواد السوشيال ميديا للحجة راجية المصرية المتوفاة على عرفات بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران وحسن الخاتمة. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.